الموضوع اللي انا جاي اكلمك فيه النهارده اللي هو الهشاشة النفسية. الهشاشة النفسية مش عبارة عن كلمة انا بقولها لك وخلاص، لا دي كارثة، دي ممكن تدمرك من جواك وانت مش واخد لبالك. الهشاشة النفسية بتخليك دايما تقول لنفسك انك انت تستحق، ان المفروض الحاجة دي تبقى من نصيبك، المفروض البيت دي تبقى من مراتك، المفروض الوظيفة دي انت تشتغلها، المفروض الشركة دي تكون انت فتحتها الاول، المفروض المشروع ده تكون انت فتحته ونجحت فيه. بس شايف ان الحاجات اللي انت عمال تتمناها وتحلم بيها ما بتحصلش. عايز اقولك على حاجة، انت الحاجة دي فعلا لو انت كنت تستحقها واللي انت بتحلم بيها ما كانش ربنا حرمك منها. ليه؟ علشان ربنا مش بيظلم ومش ظالم. والحاجة اللي انت بتحلم بيها لو كانت خير ليك كان ربنا هيكرمك بيها. بس تعالى نفترض دلوقتي بان الحاجة اللي انت بتحلم بيها دلوقتي انت نفسك فيها بس مش عارف توصل لها. الهشاشة النفسية هتخليك دايما تدلع في نفسك طول الوقت، وتقول لنفسك انك انت كويس وانا اصلا تعبان، يعني اللي انا الحالة اللي انا فيها كده تمام، وتخليك بانك انت ما تتقدمش، ما تتحركش، ما تتعبش، ما تصبرش على الحاجة اللي انت بتحلم بيها. لا، الهشاشة النفسية بتدمرك. الهشاشة النفسية ممكن تخليك بني ادم كسول عمال يحلم 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 بس ما بيتعبش ولا اي حاجة، مستنية الحاجة تنزله من السماء وخلاص. إيه، الهشاشة النفسية صعبة جدا صعبة جدا، فانت حاول انك انت تتجنبها، او هي لو موجودة عندك حاول انك انت تدوس على نفسك وتتعب شوية. الهشاشة النفسية هتبرر ليك الفشل اللي انت كل يوم عمال تعمله في حياتك، وتقتل ليك الطموح والاحلام اللي انت بتحلمها وبتتمناها في دماغك. دوس على نفسك، اتعب على الحاجة اللي انت بتتمناها، وشوف الحاجة اللي انت بتتمناها وبص على الناس اللي حواليك وصلوا لفين، للحتة اللي انت كان نفسك فيها، وشوفوا هما بدأوا من فين. اكيد ممكن بدأوا من الحتة من نفس المستوى بتاعك، واكيد بدأوا من مستوى اعلى من المستوى بتاعك، واكيد بدأوا من مستوى اقل من المستوى بتاعك. بس في الاخر كله بيوصل بعد التعب، بعد الصبر، بعد السعي، بعد الاجتهاد. ليه؟ علشان ربنا ما بيضيعش تعب حد، بعد العسر يسر، فربنا ما بيضيعش تعب حد. فانت دوس على نفسك، ولو الهشاشة النفسية موجودة عندك عالجها، عالجها وما تسكتش، وما تخليكش بني ادم كسول مش قادر تعمل اي حاجة. دوس على نفسك علشان توصل اللي انت نفسك فيه، والحاجة اللي انت تستحقها ربنا هيكرمك بيها اذا كنت انت تعبت علشانها او ما تعبتش. بس لو انت نفسك في الحاجة دي ومتمسك بيها جدا فاتعب علشانها، علشان ربنا يرزقك بيها في اسرع وقت، ويرزقك كمان باضعاف اللي انت كنت بتتمناه. دي وجهة نظري ليك وانت حر. كان معاك يوسف مؤمن، سلام.